يحكى أن شعباً كان مولعاً بصناعة الأبطال من الدمى بخيوط مهترئة ورأس محشو بقطن رديء الجودة. قديمة هي تلك الصناعة، لم تخل منها قرية هالكة، حتى توارثتها الشعوب جيلاً بعد جيل، وطورت من أساليبها لتناسب مسارح الصراع والتحولات المختلفة في السياقات السياسية والثقافية والأيديولوجية داخل المجتمع. وعلى خريطة الصراع تولد الدمية البطلة جوفاء، صناعها يعرفون جيداً كيف يملؤونها بهواء البطولة. إن السبب الحقيقي الذي يدفع بهذه القرية إلى إحياء الدمى وتقديسها باسم البطولة هو الحاجة، فالهزيمة تولد الحاجة إلى الأبطال، والخيبة تولد الحاجة إلى الأحلام. أما انكسار العاطفة الوطنية فيولد الحاجة إلى إعادة توحيد الخطاب الجامع لأمة ما خلف بطل وإن كان من ورق. وعلى هذا المنوال، كلما نقص منسوب ماء البطولة في القرية بحث سكانها عن بطل في مستودع دماهم. والبطل في الأسطورة لا يكون بطلاً ملهماً ما لم نجد له عدواً، فالعدو والبطل حالتان متلازمتان. أما في حال تعذر وجوده لا مشكلة في إدخال العدو أيضاً إلى عجلة الإنتاج، ليولد البطل والعدو من الرحم ذاته. وعلى ضفاف نهر تحول إلى مكب لنفايات القرية نلمح دكاناً صغيراً لتصريف الدمى. ضمن جدرانه يجري العمل الدؤوب لوضع اللمسات الأخيرة على البطل المنتظر. أجواؤه تشبه غرفة العمليات العسكرية، والهدف هو حياكة سيناريو مناسب لتلميع الدمية أو شيطنتها بحسب الحاجة. باختصار، فإن مهمة هذا الدكان هو صناعة بروباغندا البطل على غرار ستاخانوفية السوفيتية. الإعلام كأداة محركة لعقلية الشعوب، بحاجة أيضاً لأن يستخدم أسطورة البطل والعدو لتمرير رسائل إعلامية وأيديولوجية قد تستند على معرفة مشوهة يتم التعامل معها كحقائق راسخة، مما يساعد على انتشارها كمسلمات لا تقبل النقاش، وهو ما يعرف في علم النفس بالتعزيز المجتمعي. من خلال مصنع دمى الأبطال ودكان البروباغندا الإعلامية، لا أهمية لحجم الفعل البطولي الذي يتم التسويق له، بل الأهم هو قبول القاعدة للدمية البطلة والانبهار بها وتقليدها كشخصية ملهمة. ولأن لكل زمن أبطاله، ستبقى عجلة إنتاج الدمى سخية، فزمن البطولة بعيد، والكلمة اليوم للدمى.